أن هذا المتحف لا يعد متحفا فريدا من نوعه مخصصا لعرض آثار لحضارة واحدة، وإنما هو جسرا للربط بين حضارة عريقة وبين واقع وحاضر مزدهر، ويستشرف مستقبل أيضا مزدهر لكل الإنسانية. هدية مصر للعالم هذا المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد أكبر بل ربما أكبر متحف في العالم، يضم آثار لحضارة واحدة فقط. يناهز عدد الآثار المعروضة في هذا المتحف نحو 100,000 قطعة أثرية فريدة ونفيسة تعود لعصور مختلفة من عصور الحضارة المصرية العريقة، بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالحضارة الفرعونية وأيضا مرورا بالحضارتين اليونانية والرومانية. ربما أبرز ما يميز أيضا هذا المتحف هو تقديم آثار ومجموعة أثرية للملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي يناهز عددها أكثر من 5400 قطعة أثرية تعرض لأول مرة المجموعة كاملة، ليكون هذه المعروضات أو تكون هذه المعروضات هي أيقونة هذا المتحف. ومن أهم القاعات التي يضمها هذا المتحف هو قاعتين، ليست واحدة وإنما قاعتين لآثار والمجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون. أيضا يتفرد هذا المتحف بضمه أو بتأسيسه على مساحة تناهز 5000 أو 500,000 متر مربع، ليتصدر بذلك صدارة أكبر متاحف العالم، بالإضافة أيضا إلى 12 قاعة عرض على مختلف المساحات في داخل المتحف، تضم عدد كبير من الآثار التي تعرض لأول مرة أمام الزائر. المتحف يوفر تجربة فريدة من نوعها للزائر لهذا المتحف، تبدأ منذ دخوله إلى البهو الرئيسي لتستقبله مسلة مصرية وهي أحد رموز الحضارة الفرعونية القديمة، ومن ثم الدخول إلى البهو العظيم وهو الذي يقف فيه تمثال رمسيس الثاني شاهدا على عراقة هذه الحضارة، ويبدأ الدرج العظيم أكثر من أو ارتفاع يناهز 6 طوابق على اليمين وعلى اليسار، أكثر من 60 قطعة أثرية، لتتوزع المسارات من بعد هذا الدرج العظيم إلى يمين ويسار. يمين قاعتين لمجموعة أثرية ترجع للملك الذهبي توت عنخ آمون، وعلى اليسار 12 قاعة عرض لمختلف مراحل وعصور الحضارة الفرعونية القديمة. في هذا المتحف أيضا يتميز بوجود مركز كبير ترميم الآثار، وبالمناسبة إلى هذه اللحظة تدور بعض عمليات الترميم لعدد كبير من القطع الأثرية. يشرف على هذا المركز عدد من شباب المصريين المختصين بعمليات التأهيل والترميم للآثار المصرية القديمة، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الملحقات في داخل المتحف، سواء أماكن ترفيهية أو أماكن مخصصة لقاعات الأطفال ومتحف للأطفال، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من المنشآت التي تقوم على توفير تجربة فريدة وتجربة لا تنسى للزائر هذا المكان. في هذه الأثناء يصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيوف مصر في جولة تفقدية داخل أروقة وقاعات المتحف المصري، كما تابعنا أكثر من 80 رئيس دولة وملك وأمير، وبالإضافة إلى وفود رسمية من 80 دولة حول العالم. الجميع حرص على تلبية دعوة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير بوصفه مناسبة تاريخية ربما لا تتكرر في القرن 21. هذا المتحف المصري الكبير الذي أصبح أيقونة السياحة والمنتج الأثري والسياحي المصري، تضع مصر هذه الأيقونة تضع مصر على في صدارة خارطة السياحة العالمية. كان هناك لقاء أجرته كاميرا نيل للأخبار مع وزير السياحة، أكد خلاله أنه من المتوقع والمنتظر أن يزور المتحف المصري الكبير 5000 سائح يوميا، بما يتخطى هذا الرقم ل1,000,000 سائح سنويا. ينقل مصر على خريطة السياحة من الخريطة السياحية الضيقة إلى الخريطة السياحية الواسعة عالميا. هناك عدد كبير من وسائل الإعلام التي غطت هذا الاحتفال. بيان للهيئة العامة للسلامات المصرية أكد أن هناك أكثر من 450 وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مرئية حول العالم جاءت
لتغطي وتنقل هذا الحدث نقلا وبثا مباشرا إلى كل أنحاء العالم. هناك تقديرات بأن هذا الاحتفال شاهده نحو ملياري من سكان الكوكب الأرضية حول العالم في هذا البث المباشر الذي تابعناه منذ قليل. مصر تقدم هديتها للعالم وللإنسانية تعكس مدى ما توصلت إليه مصر من تحضر في احترام وتقدير لإرثها الإنساني العظيم، وتتشارك مع الإنسانية بأجمعها في هذا الإرث الإنساني والثقافي. عدد كبير من ردود الأفعال التي رصدناها من خلال تعاملنا وتسجيلنا مع عدد من ضيوف هذه الاحتفالية سواء من المستوى الرسمي أو على المستوى الإعلامي والصحفي، أكد أن هذا الحفل يليق بمصر، هذا الحفل يليق بهذا الإنجاز التاريخي والحضاري الهام والأبرز في القرن الحادي والعشرين. وأكد الجميع أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو جمهوريتها الجديدة، تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات سواء الشراكات الثقافية والحضارية مع عدد من الدول التي تشاركت في خروج هذا الإنجاز على الأرض إلى النور، من بينها مؤسسة الجايكا اليابانية للتنمية وعدد آخر من مؤسسات القطاع الخاص سواء عربيا أو إقليميا أو محليا. هذا الحفل كما شاهدناه وكما تابعناه منذ قليل نشير إلى أن هناك شق رسمي يجرى الآن بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يصطحب ضيوف مصر في هذا الحفل في جولة تفقدية تمتد لنحو الساعة بين أروقة وقاعات هذا المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة السياحة المصرية التي تقدمه للعالم ولكل من لديه شغف بالحضارة المصرية القديمة ولكل من يتطلع إلى الاستفادة من هذه الحضارة العريقة التي ليست فقط حضارة فرعونية مصرية قديمة وإنما هي حضارة إنسانية عالمية بحق. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل الأخبار علاء رشوان، كنت معنا من المتحف المصري الكبير.